السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، كل عام وأنتم طيبين. عيد أضحى سعيد علينا وعليكم يا رب العالمين. متابعيني اللي سألوني على تتبيلة فراخ حلوة وتتبيلة لحمة حلوة، النهاردة بقى الفيديو الجميل الحلو اللي بنعمله من السنة للسنة. يلا كده نبدأ على بركة الله بتتبيلة الفراخ المشوية. بص يا ست الكل، أنا عندي قرن فلفل حامي، بصلاية كبيرة، وطماطماية. ده الخضار بتاعي، وعبارة ليمونتين كده، عبارة أنا مقطعهم بقشرهم، مقطعهم 4/4. والتتبيله معايا بقى توابلها ايه؟ كاري، توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، ملح وفلفل اسود وبابريكا وزعتر. اهم حاجه يا جماعه الزعتر في الفراخ، مهم جدا. جميل قوي. في حاجات مش مهمه زي التوم الباودر والبصل الباودر، لكن الزعتر في الفراخ مهم. خدت بقى الليمون والطماطم والبصل، حطيتهم في الخلاط، وبعدين هنزل عليهم ايه؟ بالتوابل بتاعتي، وهضرب كل ده في الخلاط. عليهم كوبايه من الميه. شيء اساسي هنا، هنحط فنجان قهوة من الخل. فنجان قهوة من الخل. الخل بيتغلغل في أنسجة الفراخ، بيخليها تستوي بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده، الفراخ مقطعة قطع شيش، قطع صغيرة. وخلي بالك حافظي على الجلد بقدر المستطاع وانت بتقطعيها، يعني السكينه بتاعتك تبقى حاميه، والقطع الصغيره كده عشان ما تاخدش معانا سوا على الفحم. وانزلي بقى بالتتبيله بتاعتك الجميله ديت، وقلبيهم كده على بعض. ويفضل ان انت تعملي الموضوع ده بالليل، الليله اللي هي ايه؟ قبل يوم الشوي. يعني تبيتي الحاجه ديت في التتبيله قبليها بيوم، عشان تطلع معاكي جميله جدا. نخش بقى على القسم التاني، تتبيله اللحمه، سواء كانت لحمه بتلو او لحمه ضاني زي اللي قدامكم. عباره عن قطعه من الريش وقطع من اللحم يكون خشن. يعني اللحم الموز مش هيتشوي على الفحم، اللي هيتشوي على الفحم القطع اللحم الخشن. خلاص. طيب توابلنا ايه بقى؟ بسيطه جدا، ملح وفلفل اسود، ده اساسي. بابريكا مش اساسي، والبابريكا هنا انا بحب المدخنه عشان تديني برضو طعم الشواء. وخضرنا بصلتين كبار، طماطميه معلقه من معجون الطماطم او الصلصه. خدت الخضار بتاعي عليهم الملح والفلفل الاسود والبابريكا المدخنه في الخلاط، ونزلت عليهم بمعلقه من معجون الصلصه، وبرضو هنا كوبايه الميه. تمام. طيب ضربناهم بقى، خلي بالك هنا هنصفي. انا عايز الميه بس. التفل ده هعمل بيه ايه؟ التفل ده ممكن حضرتك تعملي بيه كفته. الميه بس هي اللي قدامكم ديت، هي اللي هنقع فيها اللحم، زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. وعشان تبقى النتيجه جميله وطعم اللحم جميل جدا معاكي، حطيها في التلاجة قبليها بيوم. تاني هرجع اقول، يعني لو هتعملي كله ده بالليل، وتيجي تاني يوم تقومي عامله الاكل الجميل اللي احنا بنعمله من السنه للسنه ده. زي ما انتم شايفين كده، ده كان الشكل النهائي. طلعتهم بقى تاني يوم، ادي اللحمه قدامكم اهي، وادي الفراخ انا قسمتها على كيسين او جزئين، عشان مش هعمل كله مره واحده. وانا بسيخ هنا بقى يا جماعه، خلي بالك ان انت بعمل حاجه اسمها غرزه. يعني ايه؟ بدخل السيخ، بدخله مرتين في قطعه اللحمه. ليه؟ عشان لما اجي الف السيخ على الشوايه، القطعه اللحمه تلف معايا وتمسك معايا. خلاص كده، بالراحة واحدة واحدة سيخت السياخ بتاعتنا، وده كان الشكل النهائي. ملاحظة كمان، خلي كل سيخ مع بعضه، يعني سيخ وراك وسيخ صدور. ما تشكلي الصدور مع وراك، ليه؟ عشان يبقى الكل يستوي في وقت واحد، ده افضل. التنظيم ده حلو. الفحم بقى نولعه ازاي؟ انا بولعه يا جماعه، بحط فحمتين 3 4 كده على العين البوتاجاز يسخنوا، وبعدين انزل عليهم في الشوايه، واحط عليهم الفحم اللي لسه ما سخنش ما ولعش، وبالمروحه باي هوايه، والعيال حواليا ويهووا، وكل الفحم بيتوهج وبيشتغل. نزلت بالفراخ زي ما انتوا شفتوا بالمنظر ده. عقبال بقى ما الفحم يهدى، ابتدي اسيخ اللحمه. معنى كده ايه؟ ان اللحمه تتحط على فحم هادي. فانا خليت الفراخ تاخد سخونيه الفحم، عشان لما اجي هنزل على اللحمه يبقى اللحم ايه؟ يبقى الفحم هادي. وبنفس الطريقه بسيخ، بديها حاجه كده اسمها غرزه، زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. هو ده شكل السيخ. ويفضل برضو يبقى السيخ العظم مع بعضه وسيخ اللحم مع بعضه. شايفين هنا بقى الفحم كان الاول كان لونه احمر، بصوا هنا عمل الريم الابيض ده، معنى كده ان هو هدي. ابتدي انزل بقى بحتت بقطع اللحم بتاعتي. يبقى ملاحظه مهمه، اوعي تحط اللحمه على فحم متوهج، هتتحرق من بره وهتبقى مدممه من الداخل، مش هتستوي معاكي كويس. على الهادي بقى كده، واحده واحده. هتبتدي ايه؟ ما تقعديش كل شويه تهوي تخلي الفحم يزداد سخونه. لا، خليه على وضعه ده كده اهو. وتقلبي السيخ بتاعتك بالطريقه البسيطه السهله دي. انا حاططهم فوق فوق البوتاجاز اهو، الشوايه، وهي الشفاط بيشفط بيطلع على الشارع، يعني الشقه مش هتعوم دخنه ولا اي حاجه.
خلاص. واللحمه وانت بتقلبيها واحده واحده كده تشمع تاخد لون، مش تركني مثلا تلت ساعه وترجعي تلفي، لا. خلاص، يعني انت بنتي واقفه كده واحده واحده بالراحه خالص، 3 4 دقايق وتقوم مديها جنب، 3 4 دقايق وتقوم مديها جنب. يبقى انت كده وزعتي الحراره على كل الجناب، تطلع معاكي مستويه من كل الجناب زي ما انتم شايفين، مش محروقه خالص. طبعا انا مبيتها في التتبيله قبلها بيوم، فاللحمه طالعه يا دوبك تشم النار تستوي. ادي الفراخ استوت هي ما شاء الله تبارك الله، شكلها تحفه، وغرفتها في الطبق قدامكم زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. فيديو كل سنه وكل عام حضراتكم طيبين.